نتقدم ونتفضل ونتشرف بالاستاذ المستشار عبد العزيز محمود عليوة المستشار عبد العزيز علي محمود عليوة، وهيفضل انه يلقي كلمه يشرح فيها ضوء الموقف ووضع الاوضاع اللي بتمر بها البلاد. احنا جايين هنا في كنيسه السيده العذراء في صنور عشان نعبر عن الموقف الصحيح للاسلام. الاسلام بيدفعنا ان احنا لازم يبقى فيه تعاون وفيه اخوه بيننا وبين الاخوه المسلمين. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من اذى ذميا فانا خصمه يوم القيامه. واحنا جايين كمان بننفذ العهده العمريه لسيدنا عمر بن الخطاب لما عاد الى اقباط بيت المقدس وقال انه لهم الحمايه لكنائسهم وسلطانهم وان لهم الحق في ان يلتجئوا الى الشريعه المسيحيه. احنا جايين نعبر عن المحبه اللي بيننا وبين الاخوه المسيحيين، وبنعبر عن الصوره الصحيحه للاسلام. والمسلمين والمسيحيين في صنور يد واحده.